المحور الرابع ان هو يتواصل مع الهيئات الحكوميه والمحليه والان جي اوز والمؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده على ارض الواقع عشان ياخدوا منها المساعده الكافيه اللي تساعدهم على تنفيذ المبادره. اوكي. يعني الانيشياتيف دي محتاجه سوشيال دعم. محتاجه دعم ومحتاجه خبره. مين يساعدك يا امام ويا قسيس؟ صح. الناس اللي هي عندها خبره في المجال ده هو، او المسؤوله عن العمل اللي انت عايز تقوم بيه. جميل جميل جميل. 3 سنين اشتغلنا، بنتعايش ونتعارف ونتعاون ونعمل. نفس المجموعة ولا مجموعات مختلفة؟ كل سنة مجموعة. احنا خرجنا 210. هو ده اللي انا عايزه اوصل له، العدد ده. خرجنا 270 في 3 210 امام وقسيس. انا فاكر في يوم خدتهم من الكنيسه الاسقفيه في الزمالك اللي هي جنب الماريوت لساقية الصاوي عشان يتقابلوا مع محمد الصاوي اللي كان وزير الثقافه، عشان يعمل لهم عرض مسرحي بالبابتس بالعرايس. مسرحيه هادفه كانت عن برضه عن التعصب وازاي ان التعصب ده اضر المجتمع مش افاده. انت عارفه هو طبعا هو كرييتيف يعني. فلما راحوا حضروا المسرحيه دي مشيوا من مبنى الكنيسه اللي خلف فندق ماريوت الى الساقيه اللي في اول الزمالك. ايوه، يعني كان عرض الجزيره. مشوا في الشارع. انا فاكر الامن حصل له ارتباك. اتخضوا. ايه ده؟ ده ناس ماشيه في الشارع، امام وقسيس امام وقسيس، هي دي مظاهره دي ولا ايه؟ لكن الناس كانت مبسوطه. في ناس قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم بيقولوا للاسوس كلموا لنا البابا يخف الصيامات شويه عشان خاطر مش عارفين نبيع اللحمه. انت عارفه ان في محلات لحوم. ايوه في كذا جزار. كذا جزار في طول الشارع. كان وقت جميل وكان وقت مثمر وهم استفادوا. كنا لما كنت اعمل انا نفسي بقى اللي استفاد من المبادره دي يعني يبتدي هو كمان يعمل مبادرة في حتته، مش بس يعمل مشروع. ما انا هقول لحضرتك. انا هقول لحضرتك. هم رجعوا وعملوا وبقوا يكتبوا لنا. يعني. وانا بقيت اروح اسافر. يعني انا طلب مني مره من امام وقسيس في قريه تبع سوهاج اني اروح واحضر جلسه مصالحه بين عائلتين متنازعتين. مش بحب جلسات المصالحه. اوكي يعني بس يعني جرى العرف عليها في وجود رجال الامن كمان. يعني ما انا عارفه بيبقى كده. بس المهم ان العائلتين دول كان في بينهم يعني خصومه. لكن الامام والقسيس هم اللي ساعدوهم ان هم يتغلبوا على هذه الخصومه. طبعا ده اغلبها خصومه ثأريه يعني. ما علينا. المهم يعني لعبوا دور في حل مشكله. يعني برضه ما هو حل الصراعات وصناعه السلام دي مهاره. بلا شك. مهاره. فالمهم فجينا بعد ما خلصنا ال3 سنين، مؤسسه الرئاسه طلبت من المطران منير ان الشباب يشتركوا. الرئيس كان مهتم بالشباب جدا. فالمطران منير قال لي احنا عايزين نشرك الشباب. فعملنا مشروع تاني اسمه معا من اجل تنميه مصر. Together for Developing Egypt. حقيقي المطران منير يعني راجل كرييتيف، وهو يعني خد الكنيسه نقله كويسه خالص في المجال ده هو بعلاقاته برضه مع مؤسسه الازهر ومع رجال المجتمع البارزين. هو طبيب وكان مدير مستشفى هارمل في منوف. واصبح مطران للكنيسه وله علاقاته وعلاقات دوليه. فهو يعني حقيقي يعني انا يعني احسد نفسي ان انا اشتغلت مع هذا الرجل يعني. الحمد لله. وبعدين عملنا مشروع. قلنا امام وقسيس دول يرشحوا لنا 10 شباب. 5 و5. ويجوا من القريه دي او من البلد دي. وبرضه نعمل فوكس عليهم ونديهم تدريبات، وبعدين يرجعوا يعملوا مبادرات هم الشباب. جميل. مره خدنا من دلجه. دلجه دي اللي كان فيها مشاكل جامده جدا حضرتك وقت الارهاب. اخدنا شباب مسلمين ومسيحيين مع بعض، خدتهم من دلجه رحت اخترتهم وخدتهم وديتهم منوف
في مستشفى هارمان اللي تابعه للكنيسه، اوكي، ياخدوا تدريب على الفيرست ايدز، الاسعافات الاوليه على ايدين ناس متخصصين. جميل. يعني اتعلموا ازاي يدي حقنه، ازاي يقيس الضغط، ازاي يعالج الكسور، ازاي يعالج الحروق، ازاي يركب محاليل. هايل. ليه؟ لان قالوا ان مره عندهم وقت الثوره كان عندهم طفل وقعت عليه ميه سخنه، عشان حبيبي. يطلعوا من دلجه لاقرب مستشفى في دير مواس، الطفل كان حياته انتهت. فقالوا احنا عايزين وحده اسعافات اوليه. وساعدناهم، الكنيسه ساعدتهم ان هي انشات وحده اسعافات اوليه في المركز الاجتماعي في القريه. وهم الولاد راحوا خدوا التدريب في منوف، سافروا قعدوا اسبوع كامل او 10 ايام بيتعلموا على ايدين اساتذه، وبعدين رجعوا وانشأوا هذه الوحده. ده حاجه جميله جدا، وحده اسعافات اوليه. لان حتى الدكاتره اللي بيبقوا في الوحده الصحيه هناك، لانهم بيبقوا غرب مش من البلد، فما بيقعدوش مثلا بعد الساعه 5 صح. او يمكن بيتغيبوا غصب عنهم. لا، ولاد البلد اولى بخدمتها. بالظبط، ولاد البلد اولى بخدمتها بالظبط. ميرسي جدا جدا استاذ سليم واصف، نورتني في بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب. اشوفكم في حلقه تانية.